السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيباتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة هعمل معاكم فيه جولة في فتح الله، وهقول لكم كده على اسعار الكحك، سواء كحك الصعيدي او بسكو مصر او كحك فتح الله. هقول لكم على الانواع الموجودة في فتح الله. تعالوا مع بعض نشوف الجولة حلوة كده بإذن الله تعجبكم. بس لو انتي اول مرة تشوفي القناة ياريت تشتركي من الزرار اللي تحت الفيديو، فعلي رمز الجرس ان شاء الله دايما يوصلك حاجات حلوة كتير. ما تنسيش اللايك دعما منك ليا. تعالوا بينا ندخل كده. اول ما بتدخلي فتح الله عارض الكحك، في اول دخول عنده بصراحة تشكيلة حلوة كتير من الكحك، عارض انواع ليه، يعني كحك اصلا تبع فتح الله هو تقريبا اللي منتجه، وكحك كمان الصعيدي وده منتشر جدا على الاستندات، وكمان كحك البسكو مصر، وكمان في كحك العبد. الاسعار يعني هو المفروض عليها تخفيض، بس هي يعني ايه، بصي هي مش فرق كتير بين بعض، فانتي شوفي بتحبي نوع ايه او جربتيه. لان الصراحة طبعا لو حد هيشتري الكحك ويطلع مش حلو احنا مش بندفع فيه مبلغ قليل. طبعا هو الاوفر ان انتي تعملي الكحك في البيت، هيوفر معاكي ياما. يعني المبلغ اللي انتي هتدفعيه في 8 كيلو كحك ممكن تعملي بيه اكتر من كيلو. بس هو كل واحد بيراعي ظروفه. يعني مثلا انا ان شاء الله هشتري كحك، هتقوليلي طب ليه ما تعمليه اوفر زي ما انتي بتقولي كده؟ يعني انا مش عايزه كميه كحك كبيره، يعني مش عايزه يبقى عندي كميه كحك كبيره. ولادي مش هياكلوا كحك، يعني عندي ناس عامله رجيم مش هتاكل كحك، ناس تانية هتقولي لا انا ما بحبش الكحك. وانا عايزه كحكايه او كحكايتين لاني برضو عامله رجيم مش عايزه اكل كحك. فهتلاقيني انا بقى مثلا عملت كميه. طب عملت الكميه ليه والمين؟ فاوفر لي ان انا اجيب علبه او علبتين كحك، كل واحد ياخد كحكايه ونبقى كلنا. يعني لو عليا ممكن ما اشتريش، بس برضو الواحد بيقول ايه، يعني لو جاله حد هيقدم له ايه. لو مثلا الولاد برضو حد عايز يعني ايه كعادة، بس مش هياخدوا. انا عيالي مش هياكلوا اكتر من كحكاية او كحكايتين. لو عملت كمية كبيرة انا اللي هقعد عليها، ومش معقولة مثلا هقعد اعمل كوباية دقيق، هتبقى يعني بايخة قوي كوباية دقيق واعملها كحك. يعني قولولي انتوا رأيكم في التعليقات. المهم تعالوا بينا بقى ندخل على اسعار الكحك. بص يا ستي، كحك الصعيدي العلبة تقريبا يعني نص كيلو، اللي هي بتبقى 24 قطعة. انا بقولك على اسعار الصعيدي لان انا جربتها وهي حلوة قوي، يعني الكحك بتاعه كل سنة بجيبه حلو جدا. بصي، السادة ب90 جنيه، الملبن. الاسعار دي كلها انا بقولك للي هو تقريبا النص كيلو. كل حاجة 20 قطعة عشان تبقي عارفة. اللي بالملبن 70 جنيه، اللي بالعجوة 75 جنيه، اللي بالبندق 85 جنيه، اللي بعين الجمل 90 جنيه، اللي بالفستق 110. الميكس بقى مكسرات، يعني العلبة نفسها هتلاقي جوه منها تشكيلة مكسرات ب85 جنيه. كل ده برضو 20 قطعة. العجمية 85. الفانيليا البسكوت بقى فانيليا، في أطعم بسكوت كتيرة قوي فانيليا دي العلبة بيبقى فيها 36 قطعة، واحدة بسكوت ب70 جنيه، واللي بالبرتقال ب70 جنيه برضو. اما علبة البسكوت الشوكولاتة بتبقى 60 قطعة تقريبا، دي برضو 70 جنيه. والجوز الهند 70 جنيه، والنسكافيه. يعني بصي كل البسكوت كل الانواع، في عنده جوز هند وقرفة وشوكولاتة وبرتقال وفانيليا كلها ب70 جنيه. اما البيتي فور فدي 24 قطعة العلبة، فدي ب85 جنيه. والغريبة 48 قطعة دي بحوالي 90 جنيه. الميكس كحك ب80 جنيه. الكوكي ميكس دي بتبقى علبة كبيرة. بصي بقى الانواع التانية اللي هي فتح الله هو اقل الاسعار، بس انا ما جربتوش وما شفتش حد قال عليه ان هو كويس عشان انصحك ان انت تجيبيه. بسكو مصر والعبد
تقريبا نفس الاسعار، بين حاجة وحاجة بيقل 5 جنيه بيزيد 5 جنيه، دي الاسعار بالتقريب. بس عايزة اقولك ان في فتح الله في عروض حلوة جدا 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 على ادوات المطبخ اللي هي اطقم الحلل، سواء كانت ستانلستين او جرانيت او تيفال، في حاجات عليها اسعار حلوة كتير. فلو انتي عروسة وبتجهزي، يعني مثلا طقم الحلل نوفال عليه عرض خصم اكتر من 1500 جنيه، فده حلو جدا. والستانلس بتاعه على فكرة 18/10، فبرضه حلو. بس بقى اعظمك واقولك ان الرز بقى سعره 30 جنيه، والسمنة اسعارها حدث ولا حرج. بصراحة اتصدمت من شوية اسعار كده، علشان طبعا بنجهز لمشتريات الشهر الجديد، فبصراحة مش عارفة الاسعار هتوصل لحد فين. لسه ما اشتريتش مشتريات الشهر بتاعت الجديد، لما اشتريها ان شاء الله اكيد هعرضها معاكم. طبعا زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، كمان حاجات الكحك حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون الفيديو كده عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. لو استفدتي منه ما تبخليش عليا باللايك، ولو انتي جديدة عندي في القناة اشتركي من الزرار اللي تحت الفيديو، ان شاء الله زي ما قلتلك هيوصلك حاجات حلوة كتير بإذن الله تستفيدي منها. كمان قوليلي في التعليقات ان انتي جديدة علشان ارحب بيكي. شكر خاص لأم تيمو، وكمان أم محمد، وحبيبتي نور أحمد، وحمزة عثمان، يعني نور أحمد حمزة عثمان. شكرا جدا ليكم، ما تحرمش منكم ومن تعليقاتكم الجميلة وكتير. أنا عايزة أقول كل الأسامي، الناس اللي بتكتب لي تعليقات ما تحرمش منها. وكمان غادة، وحشاني يا غادة، فين تعليقاتك الجميلة؟ ربنا يا رب يديمكم كده نعمة في حياتي. ولوجي منى، كلكم كده على عيني على راسي من فوق وعلى عيني، يعني بجد بجد بحبكم في الله. شكرا جدا ليكم، ما تحرمش منكم يا رب. ان شاء الله كده عايزة اتعرف عليكم كلكم ونبقوا صحاب واخوات بإذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.